هلا وهلا، وين أحلى متابعين؟ بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة راح نسوي بقناتي اللي هي قناة مطبخ إيفا وإيفا's كيتشن وصفات خاصة بمناسبة أعياد الكريسماس. وهاي الأفكار اللي موجودة بالفيديو اليوم كانت من ابني الصغير. صراحة هو قال ماما بما إنه إحنا عطلة خلصنا المدرسة راح نبدي المدرسة بالسنة الجديدة واحنا هواي تعبنا بالدراسة، راح اساعدك اليوم اسوي فيديو وياك وحط هاي زينة اعياد الكريسماس. ويلا نبدي بالمقادير. البانكيك العادي نستعمل بيه بيضة واحدة، كنت مطلعتها نص ساعة قبل ما ابدي بالوصفة او بالبانكيك. راح استعمل ملعقتين كبار من السكر العادي او سكر نستعمله بشرب الشاي. ونصف ملعقة صغيرة فانيلا باودر، تقدرون تستعملون فانيلا سائل بس أنا أفضل الباودر. وكوب من الحليب السائل كنت مطلعته نص ساعة قبل ما أبدي بالوصفة، وإذا كان بارد بس تحطوه بالميكرويف لمدة 30 ثانية. راح نبدأ نخلطهم أول خلطة حتى ما يمتزجون كل المواد سوا. هنا ضفت 3 معالق كبيرة من الزيت، أي زيت نباتي تستعملوه. ونضيف بهذا البانكيك كوب واحد فقط من الطحين. راح أبدي أضيف الدقيق على وجبات. ضفت أول وجبة ونبدي نخلط. راح نبدي نخلط شوية شوية حتى لنشوف التكتلات. كل ما كانت الخليط البانكيك أملس أو ما بيه تكتلات أكيد يطلع له يعني الوصفة ناجحة. وخلي ظرف واحد من البيكنج باودر، الظرف الواحد أي ما يعادل ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. راح نبدي نخلطهم وأكمل إضافة هذا الكوب من الدقيق لحد ما يخلص. هنا ضفت آخر كمية من الدقيق. وللتأكيد راح استعمل المكسر الكهربائي للخلط حتى تشوفون نتائج حلوة ومبهرة. بصراحة أنا بالأيام العادية ما استعمله، بس استعملته لكم بالفيديو حتى أشوفكم بأنه الخليط لازم يكون كلش ما بيه تكتلات ومتجانس. بمقلاة ساخنة كنت حطتها 10 دقائق بدرجة حرارة متوسطة. راح نبدأ نضيف أول كمية من البانكيك. أول ما تطلع هاي الفقاعات نقلبها بالصفحة الثانية. وللتأكيد أنا ما ضفت أي قطرة زيت بالمقلاة، لازم انتو تختارون مقلاة تكون من نوعية جيدة. راح أسوي وياكم الثانية هنا. أول ما تبدي تطلع هاي الفقاعات نقلبها للصفحة الثانية. ودرجة استواء البانكيك هو معتمد عليكم. أنا أول وحدة ما خليتها تتحمر هواية بس الثانية حمرتها. بانكيك يعتمد بالتزيين على عدة إضافات، تقدرون تضيفون اللي هو الماربل سيرب أو تقطعون فراولة أو فواكه حسب رغبتكم، أو حتى تضيفون قطعة من الزبد. احنا اليوم اختارينا يكون بسيط بس الماربل سيرب بمناسبة أعياد الكريسماس. ليش لا نفاجئ أولادنا بشغلات حلوة نكافئهم بتعبهم اللي سووه طول السنة الدراسية. راح نبدي نقص وياكم أول وحدة. شوفوا طراوة البانكيك، بصراحة طعمه كلش يخبل، ما يفرق حتى من نشتريه احنا من الماكدونالدز. وألف عافية على قلوب أولادكم وقلوبنا يا حلوين. إذا أول مرة تشوفون قناتي أكون ممنونة منكم سوولي لايك حتى يوصل أكبر عدد من المشاهدين، وسوولي سبسكرايب حتى توصلكم إشعارات لكل الفيديوهات اللي يسويها.